السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم السويدي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد إلغاء هدف المنتخب الأرجنتيني، ويعتذر للمغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد المباراة الماراثونية للمنتخب المغربي أمام المنتخب الأرجنتيني، والتي فاز من خلالها بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي شهدت جدل تحكيمي والأغرب في التاريخ، حيث استمرت المباراة أكثر من 4 ساعات بسبب غضب الجماهير المغربية التي اقتحمت الميدان اعتراضا على هذا الحكم السويدي. فقد دخل على الخط الحكم السويدي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الفرنسية، وقال: هذه المباراة الأغرب في حياتي التحكيمية. لقد شاهدت في هذه المباراة دراما لم أشاهدها في أي مباراة، فأنا ارتكبت عدة أخطاء تحكيمية في تلك المباراة، وهي عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المنتخب المغربي في بداية هذه المباراة، ولكن الفار لم ينبهني إنها ركلة جزاء، وقال لي إنها ليست ركلة جزاء. أما الخطأ الثاني والخطأ الفادح، إنني احتسبت شوطا إضافيا وقتا بدل ضائع، وكان يجب أن أحتسب فقط 3 أو 4 دقائق أو حتى 5 دقائق على الأكثر، وخاصة أن هدف المنتخب الأرجنتيني الذي أثار الجدل في آخر أوقات هذه المباراة، وخاصة أن هدف المنتخب الأرجنتيني جاء في الوقت القاتل من هذه المباراة بسبب احتسابه وقتا إضافيا زاد عن 16 دقيقة. فعندما اقتحمت الجماهير المغربية أرضية الميدان اعتراضا على هدف التعادل الخاص بالمنتخب الأرجنتيني، فأنا احتسبت هذا الهدف، ولكن أتاني شك أن هذا الهدف للمنتخب الأرجنتيني ربما يكون تسلل. وبالفعل ذهبت إلى غرفة الفار وشاهدت هذا الهدف، وكان هدف تسلل 100%، والكل كان يعتقد أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي ب2-2، ولكن كان هناك 3 دقائق متبقية في الوقت بدل الضائع، واستأنفت المباراة بعد ذلك وألغيت هذا الهدف. ولكن الجماهير المغربية التي نزلت إلى أرضية الميدان والتي أعربت عن غضبها بسبب هدف تعادل المنتخب الأرجنتيني هي التي نبهتني ونبهت بأننا نراجع هذه اللعبة مرة أخرى. فشكرا للجماهير المغربية التي أنقذتني من هذا الموقف، وأيضا أعتذر لكل المغاربة على هذه الأخطاء الجسيمة التي كادت أن تكون في مثابة نقطة سوداء في تاريخي. طبعا كان يستحق المغرب الفوز لأنه لعب مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب الأرجنتيني.